المساهمة في المغرب في هذه البطولة. تماما، لتأمين إذن المواقع الرياضية والأفراد، وأول تقنية تجدر الإشارة إليها لأنها سابقة في إطار هذا التنظيم، تقنية اعتمدها المغرب في المطارات لاستقبال الوافدين، تقنية تعرف باسم البوابات الإلكترونية أو إي-جيت. المغرب اعتمد هذه التقنية أولا في مطار مراكش المنارة كنموذج، لكن مطارات أخرى معنية أيضا بهذه التقنية مثل طنجة، فاس وأكادير وغيرها. هذه البوابات توفر إمكانية التحكم الآلي كما نشاهد في الصور في إجراءات صعود الركاب على متن الطائرات، إذ تستخدم البيانات البيومترية المخزنة في جوازات السفر أو بطاقات الهوية الحديثة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يمرون عبر هذه النقط للتفتيش من دون تدخل بشري. الهدف بطبيعة الحال هو تسريع إجراءات عبور الوافدين على المغرب خلال هذه التظاهرات الرياضية. هناك أيضا تقنية أخرى أو المغرب أطلق مركز للتعاون الشرطي الإفريقي، وهو أول مركز من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، يعنى بالقيادة والتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية في إطار برنامج يعرف باسم ستاديا يشرف عليه انتربول. من بين مهام هذا المركز هو المراقبة الرقمية، بمعنى رصد التهديدات السيبرانية المحتملة والاختراقات الإلكترونية التي قد تهدد أمن هذه وسير هذه التظاهرات الرياضية. سيتم ذلك بالتنسيق مع وحدة الجرائم السيبرانية التابعة لإنتربول. المغرب أيضا يعتمد وبقوة على كاميرات المراقبة الذكية. هناك كاميرات ثابتة مزودة بالذكاء الاصطناعي وبتقنية التعرف على الوجوه، نجدها داخل الملاعب وفي شوارع المدن الست التي تنظم فيها المباريات. لكن وخاصة المغرب يعتمد على ترسانة غير مسبوقة من الكاميرات الذكية المحمولة المتحركة، أكثر من 6000 كاميرا محمولة لتغطية 75 موقعا، والأولوية أعطيت بالنسبة لهذه الكاميرات المحمولة لمحور الرباط الدار البيضاء، مراكش، أكادير، وفاس، طنجة، وهي إذن المدن التي ستحتضن كأس أفريقيا لكرة القدم. هذه الكاميرات لها القدرة على تعرف الوجوه في الشارع أو التعرف على الوجوه داخل السيارات، مثلا في حال وجود سائق سيارة أفلت من قبضة الشرطة. كما لها القدرة على قراءة لوحات ترقيم السيارات كما نشاهد في هذه الصور التي تظهر النظام بالفعل المعتمد في المغرب. وبالحديث عن هذه الكاميرات المتحركة نتحدث عن تقنية أخرى في هذا الإطار، وهي في الواقع سيارات تعرف باسم أمان، كشف عنها المغرب قبل أشهر فقط، عبارة عن سيارات رباعية الدفع خاصة بعناصر الأمن، مزودة بأحدث التكنولوجيات مثل كاميرات بزاوية رؤية شاملة 360 درجة، لها القدرة أيضا على التعرف على الوجوه. وبفضل تقنية محلية الصنع طورتها الفرق التقنية والهندسية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كما أن هذه السيارات لها أيضا القدرة على قراءة لوحات ترقيم السيارات، ما يتيح التتبع الفوري للمركبات المشتبه بها. كما يمكن لهذه السيارات أن تتحول إلى منصة لإطلاق الطائرات المسيرة نحو وجهة أو مكان معين، إذن ما يوفر إمكانيات متقدمة في المراقبة والتحرك السريع والاستجابة الفورية. وبالحديث عن الطائرات المسيرة، المغرب يعتمد بقوة خلال هذه التظاهرة في إطار على الدرون وفي إطار الأبواب المفتوحة التي نشاهدها في هذه الصور التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في مايو الماضي. المغرب أو هذه المديرية كشفت عن جناح خاص بهذه الطائرات المسيرة كدليل على الاهتمام المتزايد بهذه التقنيات من قبل وحدات الأمن في المغرب. Les trains du jour.
ترند دو جور. بامتياز الترند كان كاس افريقيا، انطلاق المسابقه البارح، المغرب جزر القمر. شفنا قبل اللقاء افتتاح المسابقه، افتتاح الكاس الافريقيه، وشفنا منتخب مغربي البارح يستهل المشاركه نتاعو بمقابلته ضد جزر القمر امام حضور جماهيري كبير جدا ومتابعه كبيره، وهذا منتظر. منتخب مغربي يحلم برفع كأس افريقيا. تقريبا المغرب فازت بكل شيء في كل الاصناف، حققت نجاحات كبيره في العام ونصف والعامين الاخرانيين. دونك المنتخب المغربي يبحث على تاكيد هذا. البارح بحث على الانتصار ضد جزر القمر، كان الانتصار 2-0، وكانت الانطلاقه اللي ينتظرها المنتخب المغربي اللي عنده مشكله كبيره زاده مع المقابله الافتتاحيه كيما تونس، وحتى ارقامنا احنا تسمى خير من المغرب في علاقه بالمقابله الافتتاحيه. منتخب مغربي كما قلنا يبحث عن التتويج. انطلقت كان ناصر البدوي كاس افريقيا اللي نبحثوا عليها من 2004، 20 سنه تقريبا واحنا نطارد الكاس الافريقيه هذه، 21 عام. هذه فرصه جديده لمنتخبنا. نحكيو على الكان، نحكيو شويه على المغرب. لك الكلمه ناصر. يلا. أنا بالنسبة لي أنا المغرب والتحضيرات اللي صارت الكاس الأفريقية هذه كانت مرتقبة، كانت حضور كبير، كان الترام تاع مولاي عبد الله كان في أحسن حلة، أعطى تصويرة مزيانة للمغاربة للخدمة اللي خدموها في الفترة الأخرى الكل. الحاجة اللي باهية في المغرب أنه خدموا رياضيا وسياسيا وكرويا وأفريقيا واللي تحب أنت. اليوم في الهياكل الرياضية المغرب ولات بيان انستالي موجودة في الهياكل هذه، ولا عندها صيت كبير ولا عندها اسم كبير ولا صوتها يوصل بسهوله. وهذا يا رفيقي نجم يسهل برشا حاجات في كره القدم. وتعرف العلاقات، وقت اللي تبدا عندك علاقات مميزه تنجم توصلك. اليوم المغرب قاعده تعرف اللي المغرب الهستوريك نتاعها الكل. اما زيد جانب الى جانب العلاقات فما كور، فما فالور انتراسيك نتاع ملاعبيه، فما منتخبات تكور. اليوم تشوف الصغار اليو 17 اليو 20 منتخب المغرب اللي وصل دومي فينال كوب دي موند، منتخب البنات كل فما خدمه، فما ملاعبيه، ماهيش منتخب كي عامل علاقات. لا منتخب موجود بعد خدمه الكواليس. الناس كل تخدمها باش تحمي رواحها، معناها باش تكون عندك وقت اللي تلعب ماتش كبير يجيك حكم ما يظلمكش على الاقل. هذا في داخل في قوانين اللعبه. انا معك في التمشي هذاك، على خاطر كما قلت لك انا قلت لك المغرب خدمت في كل شيء، خدمت في الفولي سبورتيف، حطت الامكانيات واعطت الاليات وجابت المدربين وجابت الكفاءات باش وصلت اليوم تحقق النتائج هذه الكل. ظل المنتخب المغربي كما قلت انت من عام 1975 ما تحصل على كان لقب واحد. راه كيف نحن المغارب تو بالهستوريك نتاعها الكل ما عندهاش برشا القاب اللي تعديو على المغرب والكل، ما عندهاش برشا القاب. هي بدات تذكر دي جينيراسيون ده واحد حاجه مصطفى حاجي ونور الدين نيبت وغيره وكذا، ورغم ذا ما هزتش المغرب مره واحده كيف نحن كيما 2004. المنتخب المغربي حط كل الثقه نتاعو باش يكون جاهز للدوره هذه. تعرف امكانيات الملاعبيه اللي عنده معناتها كيف ينشطوا في اكبر النوادي في اوروبا. هذاك علاش المغرب